بيبدأ فيلمنا مع شاب اسمه رومان وهو عند الديلر اللي بيشتري منه المخدرات بتاعته، وبيشتري منه نوع جديد علشان ياخدوا الحفلة اللي هيحضرها بالليل. وبيجربه قبل ما بيمشي وبيسأل الديلر عن مكونات النوع اللي اشتراه، ولكن الديلر بيقوله انه ما يعرفش هو مصنوع من ايه لان مش هو اللي عمله ولسه جايبه جديد، وبيقوله انه بينزف وبيعرفه انه مسافر لمدة اسبوع. ولكن رومان ما بيهتمش لان هو كمان مسافر مع والده بمناسبة عيد ميلاده، وبياخد باقي المخدرات وبيخرج. وبتتصل بيه حبيبته أنا وبتسأله لو كان اشترى المخدرات، فبيقول لها ما تسألوش عنها في التليفون تاني، وبيعرفها إنه هيقابلها في الحفلة الساعة 5. وبيتحرك بالعربية وبيفضل سايق بسرعة وفجأة العربية بتقف، ولما بينزل يصلحها في بنت غريبة بتركب العربية وما بتكونش عارفة تتكلم، وبتفضل تشاور له علشان يتحرك وبيكون واضح إنها خايفة جدا. وبيتصل رومان بالطوارئ علشان يبعتوا عربية إسعاف ليها، ولكن لما بيعرف إن في عربية شرطة هتيجي معاها بيخاف بسبب المخدرات اللي شربها، وبينهي المكالمة من غير ما يقول عنوانه. وبتفضل البنت تعيط وبتبص وراها وهي خايفة، وبيتوتر رومان وما بيكونش عارف إيه اللي بيحصل، وبيفضل يقول لها تقعد علشان يعرف يسوق، ولكنها ما بتردش عليه فبيشك إنها مش فاهمة لغته. وبترجع البنت تقعد على الكرسي اللي جنبه وبيقول لها رومان إنه هيوصلها المستشفى بنفسه، ولكنها بتفضل خايفة وبتطلع لاسلكي من معاها وبتحاول تخليه يفهم إنها بتهرب من حد. وبيتكلم شخص في اللاسلكي وبيبلغ إنها هربت، وبيقول إن لسانها مقطوع وأسنانها مخلوعة، وبيقول إنها كانت عينة لحقن دم مصاب بفيروسات. ولكن رومان ما بيفهمش اللغة اللي بيتكلم بيها وبيقول لها إنه هيوصلها المستشفى بنفسه. فبتنهار البنت وبتفضل تضرب في دماغها وبتفضل تدور في العربية لحد ما بتلاقي آلة حادة وبتطعن نفسها بيها وبتفقد وعي، وبيبعدها رومان عنه ولكنها بتقع عليه والدم بينزل على وشه وهدومه، فبيخاف جدا وبيحاول يغطيها عشان يشوفها. وبتتصل بيه الطوارئ تاني ولكنه بيخاف يبلغ الشرطة وبيروح لبيته، وبيكون واقف قدام البيت فيليب صديقه علشان يروح معاه الحفلة، ولكنه بيدخل الجراج بسرعة وبيقفله وبيقول لفيليب إنه مش هيحضر الحفلة. ولما بيشوف الدم اللي عليه بيخاف وبيسيب البنت في الجراج، وبيتصل بيه والده وبيطلب منه يصور ورق حجز الطيران اللي موجود في المطبخ، وبيعرفه إنهم هيتقابلوا تاني يوم وبيتمنى له عيد ميلاد سعيد. ولما بيرجع رومان الجراج ما بيلاقيش البنت في العربية وبيسمع الجرس بيرن، ولما بيقرب من الباب بيلاقي أنا هي اللي بترن عليه وبيسألها هي دخلت ازاي، فبتعرفه إنها لقت الباب مفتوح، وبتسأله عن المخدرات فبيقول لها تفضل مكانها وبيروح يجيبها من العربية. ولما بيمشي بتخرج أنا للجنينة وبتبعت رسالة لصديقهم ريان بتطلب منه ما يعديش عليهم هو رايح الحفلة، وبينادي عليها رومان وبيطلب منها ما تدخنش في بيته، وبتكون أنا مش فاهمة تصرفاته غريبة ليه. وبيوصل أصحابهم وبيعملوا دوشة قدام البيت، فبيخرج رومان وهو متضايق وبيقول لهم يمشوا، ولكنهم بيفضلوا يعملوا دوشة لحد ما بيطلع واحد من الجيران وبيقول لرومان إنه هيتصل بوالده، فبيروح رومان يقفل البيت وبيضطر يروح مع أصحابه، وبتفضل أنا تكلمه ولكنه بيفضل باصص حواليه وما بيردش، وحتى بعد ما بيوصلوا للحفلة ما بيتكلمش مع أي حد. وبياخدوا ريان علشان يحتفلوا بعيد ميلاده ولكنه بياخد ماسك وبيلبسه، وبيطلع الدور التاني علشان يفضل لوحده ولكنه بيفضل يسمع أصوات مش موجودة. وبتكون أنا في الحمام اللي جنبه بتشرب المخدرات مع جوليا صاحبتها، وبتعرف إن رومان خانها معاها وكمان حامل منه، فبتزعل وبتسيبها وبتمشي، وبينادي رومان على جوليا، ولما بتشوفه بتقوله إن عينيه فيها حاجة غريبة وبينزف، ولما بيروح يشوف نفسه في المراية بتسيبه وبتمشي لأنها خايفة منه. وبيتصل والد رومان بيه وبيقوله إن الإنذار شغال في البيت وفي شخص موجود في البيت ولكنه مش عارف يشوف في كاميرات المراقبة مين ده، فبيقول له رومان إنه هيوصل للبيت بسرعة وهيقفل الإنذار. وبيحاول يخرج من الحفلة، ولما بتشوفه أنا بتضربه لأنه خانها ولكنه ما بيردش عليها وبيحاول يخرج، وبيحاول يمسكه واحد من أصحابه ولكن رومان بيفضل يضرب فيه بكل قوته وهو مش في وعيه. وبياخد عجلة من الموجودين في الحفلة وبيمشي وبيتصل بشركة الأمن وبيطلب منهم يقفلوا الإنذار، ولكن الموظفة بتقوله إنه لازم هو اللي يقفل الإنذار بنفسه وإلا هتبلغ الشرطة، فبيطلب منها رومان ما تبلغش الشرطة، وبيفضل سايق بسرعة لحد ما بيوصل البيت، وبيقفل الإنذار بنفسه وبيتصل بيه والده وبيسأله إيه اللي اتسرق من البيت، فبيقول له رومان إن مفيش أي حاجة اتسرقت، وفجأة بيسمع شخص بيضحك بطريقة غريبة، فبيسيب رومان التليفون وبيدخل البيت وبيلاقي المية شغالة وأدراج المطبخ مفتوحة،
وبيلاقي الجهاز اللي كان مع البنت وبياخده وبيلاقي آثار دم على الأرض. ولما بيطلع بيلاقي البنت في الحمام بتحاول تقتل نفسها تاني وبياخد منها سكينة وبتقرب منه وبتشاور له على الضوء الأحمر اللي في إيديها وبتقرب منه ماشية زي الحياة، ولكنه بيخاف وبيبعد عنها وبيشوف أشخاص دخلوا بيته ومعاهم أسلحة بيدوروا عليها، فبيستخبى وبيشوفهم وهم بيمسكوها وبيضربوا رصاص كتير، فبيهرب من البيت وبيفضل يجري وهو بيضحك بطريقة مخيفة ومش عارف يسيطر على، ولكن الأشخاص اللي بيطاردوه بيقدروا يمسكوه وبياخدوه معاهم في العربية. وفي نفس الوقت ده بتكون أنا راجعة من بيته وبتتصل بيه وبتقوله إن الولد اللي ضربه فكه اتكسر، وبتقوله إنه ممكن يدخل السجن بسببه، ولكنه ما بيردش عليها فبتقفل المكالمة وبتركب العربية اللي طلبتها علشان ترجع البيت. وبتتصل بيها جوليا وبتسألها عن المخدرات اللي أخدوها وبتقول لها إن في أشخاص بيطاردوها، فبتقول لها أنا إن هي كمان في حالة مش كويسة ومش عايزة تتكلم معاها وبتقفل في وشها. وبيسألها السواق لو كانت كويسة فبتقوله إن العربية اللي وراهم ماشية بتراقبهم من بدري، فبيقف وبينزل يشوفهم عايزين إيه لأنهم هيخبطوا فيه، وأول ما بينزل بيقتلوه بالرصاص، فبتقعد أنا مكانه وبتسوق العربية وبتفضل تعيط وهي سامعة أصوات صراخ حواليها، وبتحاول إنها تهدي نفسها ولكن العربية بتعطل بيها فبتنزل وهي خايفة ولكن ما بتقدرش تقف على رجليها، وبيدخل جسمها في حالة تشنج وبتفضل تعمل أصوات زي الحيوانات، وبيوصل لها الأشخاص اللي خطفوا رومان وبيضربوها بالرصاص ولكنها بتفضل تجري، وبتتصل بالطوارئ وبتحاول تتكلم مع الشرطة ولكنهم بيحطوها على الانتظار، وبتفضل أنا تجري لحد ما بتدخل لنادي وبتطلب منهم يتصلوا بالشرطة، وبتاخد المفتاح وبتقفل باب المكان بنفسها، وبتدخل الحمام وبتشوف الدم اللي على جسمها وبتفضل تعيط ومش عارفة ايه سبب اللي بيحصل لها ده، وبتفضل تنزف وما بتكونش عارفة هي عايشة ولا ميتة. وبتتصل بيها جوليا وبتقول لها إن في أشخاص بيطاردوها في كل مكان وفجأة بيدخلوا النادي وبيقتلوا كل اللي موجودين، وبتفضل أنا مكانها، ولما بتسمع صوت ضحك حواليها في كل مكان بتخرج من الشباك وبتحاول تتكلم ولكنها، وبتتصل بيها جوليا وبتقول لها تقابلها على الجسر، ولما بتدخل أنا النفق بتقابلها بنت فبتهجم عليها وبتفضل تعض فيها وبتسيبها وبتمشي، وبتقابل شخص راكب عجلة وبتحاول تاخدها منه ولما بيرفض بترميه في المية وبتاخد العجلة وبتمشي، وبتقوله يسامحها لأنها مش عارفة تتحكم في نفسها، وبتوصل لجوليا ولما بتشوف جوليا حالتها بتقول لها إنها توديها المستشفى وبتركب معاها، ولكن أنا بترجع تتصرف بطريقة غريبة وبتحاول تعضها فبتبعدها جوليا عنها وبتقول لها إن تجيب لها شخص، وبتقول لها إنها ترجع لها تاني، وبتفضل أنا سامعة أصوات حواليها وبتمشي جوليا وبتسيبها، وبتتصل بيها والدتها فبتقول لها إنها قريبة من البيت وهترجع بسرعة، وبتقرب منها أنا وبتفضل تطلب منها تساعدها وبعدين تخوفها وبتقول لها إنها تقتلها، فبتخاف جوليا أكتر وبتمشي ولكن أنا بتفضل تجري وراها، وبتوصل جوليا للعمارة اللي ساكنة فيها وبتركب الأسانسير ولكن أنا بتدخل وراها وبتحاول تكسر الباب، وبيتعطل الأسانسير بجوليا وبتفضل أنا تخبط على الباب وبتترجاها جوليا تمشي لأن والدتها لوحدها ومحتاجة حد، وفجأة بتسمع صوت طلقات رصاص وباب الأسانسير بيتفتح، ولما بتطلع بتلاقي جثث كتيرة جدا، وبتشوف أنا وهي بتاكل فيهم كلهم، وبتقابل واحدة من الأشخاص اللي بيطاردوها وبتهددها بالسلاح اللي معاها وبتخليها تقف مكانها وبتفحص، ولما بتشوف إنها كويسة ومش ظاهر عليها آثار التحول بتقول لها تفضل واقفة مكانها وما تتحركش، وبتدور على أنا وبتقتلها ولكنها بتتصاب، فبتخلع الماسك اللي على وشها وبتقول لجوليا إنها لازم تهرب لأن عندهم أوامر بقتل أي شخص كان على اتصال مباشر برومان وأنا بسبب المخدرات اللي أخدوها، وإن المخدرات دي بتتحول في الجسم لفيروسات بتتحكم في الشخص اللي استعملها وبتجيب له هلاوس، وبتقول لها إنها لازم تبعد عن الضوء وتفضل في الضلمة علشان ما تتحولش زي أصحابها، وبتديها سلاحها وبتعرفها إنها مش هتقدر تسيطر على نفسها بسبب إصابتها، وبتطلب منها تبعد قبل ما تأذيها ولكن جوليا بتفضل مش مصدقة اللي بيحصل لحد ما البنت بتقتل نفسها، وبتفضل تضحك بشكل هستيري ومش مصدقة إن كل ده حقيقي. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة وبنتعلم منه إن المخدرات ما بتجيبش غير الشر دايما، ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها.